يعني انا بيتهيألي موضوع انا ومش عارف ايه والعصبيه ديت والكلام ده مبقاش خلاص ياكل مع حد من مصر. كله عرف ان الكلام دوت يعني اوهام، وهي حاجه من الاتنين: يا اما الامور دي ما بتتنفذش خالص، يا اما بتتنفذ بطريقه يعني سيئه ولا تدر على الوطن العائد المنتظر منها. كل المشاريع اللي حصلت لغايه دلوقتي، وممكن على راسها مشروع قناه السويس اللي ادعى فيه ان هو حقق ارباحه، او يعني غطى تكاليفه في خلال 10 ايام او 15 يوم من بدايه المشروع. قال 20 مليار اللي احنا دفعناهم في المشروع جم خلاص وصلوا، خرج. وبيتكلم ان هو في نفس الحديث دوت اللي كان بيقول فيه كده، بيقول مش هي كده المشاريع بتتحسب كده. منتهى يعني الاستخفاف بعقول الناس. وطبعا الناس اللي قاعدين قدامه حواليه كلهم الرتب اللي قاعده ما عندهاش غير ان هي تسقف وتمام يا فندم، هو ده اللي واخد عليه وهو ده اللي بيقدر يعمله. ودولت هم برضو ما عندهمش غير تمام يا فندم. مين هيقدر يعترض على القائد بتاعه السابق، قائد الجيش؟ ما يعرفوش غير ان هو تمام يا فندم، تمام يا فندم. اللي احنا بنقوله ده تمام تمام، زي ما بيطلعوا ويعمل لهم كده ويبرق وكده، فاهم ان هو بالمنظرين دولت خلاص الناس كلها هتقتنع بالكلام ده. كام مشروع لغاية دلوقتي وكم وعد اداهم للشعب المصري وكلهم طلعوا ولا حاجة، او حتى لا يرتقوا ان هم يكونوا وعود. كلام كله كلام فارغ وكلام لا يصح، وكلام لو هو اتحاسب عليه بالعلم في كل مجال، في كل مجال الهندسة تحاسبه والطب. مش هننسى المشروع بتاع اللي كان قاعد بيبكي فيه علشان خاطر مصر اكتشفت العلاج للإيدز بالكفتة. كل الناس دي لو حاسبت هذا الرجل بالمجالات العلميه، لكن هو لا يسمح لاحد ان يتحدث. واللي بيتكلم واللي بيعترض واللي بيقول اي حاجه خاين وما بيحبش مصر وشغال اجندات اجنبيه على طول. هو ده التبرير الوحيد لكل المصايب اللي احنا شايفينها ولكل الاوهام الراجل ده بيبيعها لمصر. يبرق ويعلي صوته وهو فاكر ان كده ما حدش يقدر يرد عليك. مش هيقدر يرد عليك اللي انت مقعدهم قدامك، مش هيقدروا يرد عليك، لان هم ما عندهمش حاجه غير ان هم يقولوا لك تمام يا فندم. لكن تعالى خلي الناس اللي عندها، خلي الخبراء الحقيقيين يحاسبوك على كلامك دوت، وشوف شكلك هيبقى عامل ازاي.